السلام عليكم، معكم يوسف واهلا بيكم في فيديو جديد من ماينكرافت. في الحلقه اللي فاتت كنا عملنا البيت اللي انتم شايفينه ورايا ده، بس ما كناش كملنا المزرعه. يعني المزرعه بتاعتنا اصلا محتاجه تكبر عشان المزرعه اللي فوق دي مش هتكفينا اي حاجه خالص، وهيبقى عندنا مشكله في الاكل يعني عشان الحاجات المزروعه قليله عندنا. فدلوقتي احنا هنطور المزرعه بتاعتنا ونخلي في مزرعه كبيره بره البيت. فدلوقتي يلا بينا نشوف هنعمل ايه ونبدا في الفيديو على طول. اول حاجه بس خلينا نروح انام عشان احنا بالليل وفي وحوش. فدلوقتي هنام ولما اصحى يعني نبقى نشوف المزرعه هنعمل فيها ايه. صحينا تاني يوم دلوقتي وخلينا نبدا دلوقتي نعمل المزرعه بتاعتنا. اول حاجه هبدا بالجزء اللي موجود هنا جنب البيت وهخليه كله ديرت يعني عشان هغير مكان المزرعه. ما ينفعش المزرعه تكون لازقه في البيت كده، ممكن نخليها ورا البيت يعني. دلوقتي هجيب شويه ديرت من هنا وبعدين اروح احطهم هناك في مكان الميه يعني. اعتقد معانا شافل جوه، فخلينا نجيب الشافل يعني عشان نكسر بيه الديرت اسرع بكتير. احنا طلع معانا شافل دايموند كمان يعني. فدلوقتي خلينا نروح دلوقتي نكسر بيه الديرت وبعدين نحطه في المكان اللي هو بتاع المزرعه القديم. جمعت ستاك دلوقتي وخلينا نروح اعمل الميه اللي موجوده هنا دي اظبطها كده ونشوف بقى هنعمل ايه في المزرعه الجديده يعني. دلوقتي عملت المنطقه دي كلها ديرت وهترجع يعني لونها اخضر زي ده، بس المفروض ان احنا نستنى عليها شويه. وبما ان احنا شلنا بوابه النظر من هنا فممكن يعني اظبط المكان ده واشيل كده كل حاجه موجوده هنا واعمل المزرعه يعني ورا البيت هنا. فخليكم معايا كده نشوف هنعمل ايه وارجع لكم تاني. 2000 years later. دلوقتي يا شباب بعد يومين شغل حرفيا متواصل، يعني بقالي يومين كده عمال اظبط في الدنيا هنا. خليت المكان ورا البيت نظيف جدا ومفيش اي حاجه دلوقتي ممكن تضايقنا يعني. وحتى المكان اللي جنب البيت هناك اللي ظبطناه يعني بالديرت بقى كله اخضر يعني ورجع كله نفس الشكل. خلينا دلوقتي نجيب هو كده ونبدا نعمل المزرعه بتاعتنا ونشوف هنعملها ازاي. طيب دلوقتي جبت هو من الايرون وخليني دلوقتي اشوف المزرعه بتاعتي هتكون عامله ازاي. يعني انا لحد الان اصلا مش عارف الشكل هيكون عامل ازاي، فهجرب كده واشوف هنعمل ايه. اول حاجه يا شباب قررت اعملها ان انا اخلي فيه يعني بلوكتين كده من الخشب حوالين البيت كله، يعني ما اخليش كده البيت على طول ديرت بعديه. ممكن اخلي خشب الاول كده وعشان يعني اعزل المزرعه برضو شويه. 2 hours later. شباب الخشب اللي عندي خلص ولسه ما كملتش المكان، يعني لسه ما كملتش كده المكان اللي حوالين البيت. فشكل كده هضطر اروح اكسر خشب يعني. فممكن انام دلوقتي الاول عشان الوحوش وبعدين ارجع اروح اكسر خشب وارجع تاني. جمعت شويه خشب حلوين واكلت كمان، ودلوقتي خلينا نروح اشوف البيت كده محتاج ايه ومحتاج ان انا اعمل ايه كمان في المزرعه دلوقتي. دلوقتي يا شباب خلصت واظن كده انتوا فهمتوني، يعني بحيث ان يكون حوالين البيت فيه خشب برضو وما يكونش كده الديرت على طول يعني. دلوقتي خلينا نعمل حدود المزرعه بتاعتنا من الخشب برضو. ودلوقتي يا شباب بعد شغل شويه حلوين عملت كده في المزرعه يعني. خليت فيه اماكن للميه واماكن للزراعه. دلوقتي بقى دور ان احنا نحول الميه من هنا ونحطها في المجاري بتاعه الميه اللي انا عاملها هنا عشان يعني نقدر نزرع بعد كده. ودلوقتي خلصت هنا كل الميه وخليت كل واحده كده فيها ميه يعني تكفيها. ودلوقتي بقى ممكن احنا نستعمل الهو في المنطقه دي كلها عشان نبتدي ان احنا نزرع ان شاء الله. A few moments later. ودلوقتي اقدر اقول لكم ان المكان دلوقتي بقى جاهز للزراعه زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله يعني خليته اكبر بكتير من اللي فاتت، والمفروض ان احنا نجيب السيدز دلوقتي ونبتدي ان احنا نزرع ونشوف شكل المزرعه بعد ما تطلع القمح بتاعها هيكون عامل ازاي يعني. طبعا يا شباب انا عندي سيدز بالهبل، فممكن اخد دلوقتي السيدز اللي انا عايزها واروح ازرعها. يا شباب زي ما انتم شايفين المنظر، احنا لسه دلوقتي زارعين المكان ده كله وخلصت 2 ستاكس من السيدز يعني، ولسه ما كفاش المزرعه يعني. زي ما انتم شايفين لسه بسم الله ما شاء الله فاضل كتير، فهروح اجيب سيدز تاني وارجع لكم. ودلوقتي زرعت المزرعه كلها زي ما انتم شايفين، ودلوقتي جه دور ان احنا نحوطها كده بشويه فنس يعني ونعمل لها شويه شموع عشان تبقى منوره بالليل. الفنس اللي معايا خلص فهروح اعمل شويه كمان. 2000 years later.
ودلوقتي زي ما انتم شايفين المزرعه بقى شكلها حلو جدا، كل القمح طلع زي ما انتم شايفين مع الشغل اللي انا عملته، يعني حطيت سور هنا كمان وسور فوق عشان ما حدش يدخل المزرعه خالص، وكمان عملت بوابه هنا للمزرعه يعني، وظبطت الدنيا كده وخليت مزرعه كبيره جدا وفيها قمح كتير. وكمان المفروض ان احنا نزرع اصلا حاجات غير القمح، يعني مش المفروض ان احنا نزرع قمح بس. فاللي عنده اقتراحات كده للمزرعه برده للبيت ممكن يكتب لي تحت، وممكن ان شاء الله نطلع الكومنت في الحلقه الجايه ونعمل الاقتراح بتاعه. ودلوقتي المفروض بقى ان احنا ننور المزرعه دي عشان شكلها بالليل يبقى منور كده وتبقى واضحه يعني. فدلوقتي خلينا نحط التورش كده يعني حوالين المزرعه، وبعدين ارجع لكم تاني ونشوف شكلها النهائي بقى عامل ازاي. ودلوقتي ده شكل المزرعه مع البيت زي ما انتم شايفين، بقى شكلها حلو جدا مع البيت. ولكن يا شباب انا حاسس ان مزرعه الخرفان والبقر اللي موجوده هناك دي مزعجه جدا، لما بكون داخل جوه البيت يعني بسمع صوتهم واضح جدا يعني، فالمفروض ان احنا نبعدهم شويه، وكمان نوسع المكان شويه زي ما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت، عشان لما بيكتروا يعني بيبقوا محشورين كده في بعض ومش عارفين يتنفسوا حرفيا. خليني اطلع كده في البيت فوق واجيب لهم قمح من فوق يعني عشان اكلهم، وبعدين نوسع المكان بتاعهم. اللي يسالني ما جبتش من المزرعه اللي تحت ليه، فانا مش عايز ابوظ الشكل يعني. هم جعانين الصراحه، ما اكلوش بقالهم كتير يعني، كنت مشغول كده في المزرعه وما اكلتهمش بصراحه. زي ما انتم شايفين هيبقوا كلهم جعانين وعايزين ياكلوا، خلينا اكلهم كده كلهم، وكل ما اكلهم زي ما انتم عارفين عددهم بيزيد يعني. كل الاكل اللي معايا خلص، وخلينا اكسر الفنس ده اللي حوالين البيت ملوش لازمه خلاص. والله يا شباب مش عارف، حاسس المكان بتاعهم دلوقتي مناسب عشان هم مش كتار يعني، فممكن اسيبه كده وخلاص. مش عارف الصراحه، هم صوتهم مزعج شويه بس مش مشكله يعني، انا حتى مش عامل شباك هنا عشان يعني ما يكونش ليا اطلال عليهم خالص. فممكن نكتفي بكده الحلقه دي، وبعد كده الحلقات اللي جايه ممكن نعمل الاقتراحات بتاعتكم لو عندكم حاجه تتعدل يعني او افكار جديده. فبس يا شباب دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتوا بيها واستمتعتوا باللعبه. لو عجبك الفيديو انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك. وكان معاكم يوسف، ومع السلامه.